دبابات ومدفعيات مرعبة تابعة للقوات المغربية تحول المنطقة العازلة المتاخمة للحدود مع جارة السوء إلى منطقة جحيم محرمة على مرتزقة الجزائر. عناصر البوليساريو والجيش المغربي يتحكموا بشكل مطلق على جميع النقاط في الصحراء والمناطق المحاذية للجدار الرملي العازل، والطائرات المسيرة الحربية المغربية تجمد تحركات الانفصاليين وتجعلهم مكبلين ومقيدين داخل مخيمات الذل والعار في تندوف المحتلة. والمغاربة يطالبون بفتح ملف الصحراء الشرقية المحتلة واسترجاع تندوف وبشار إلى الأراضي المغربية. ويثير خبر رغبة المغرب في استرجاع تندوف وبشار سعار إعلام الكبرانات الذين دائما ما يطبلون لجيشهم على أنه القوة الضاربة في المنطقة، وأنهم ينشرون عددا من منظومات الصواريخ الفتاكة في تندوف لمنع ذلك، وهي كلها شعارات عسكرية فارغة. وتعتبر المدفعية الملكية جحيما لكل قوة معادية نظرا للأعداد أو لأعداد المدافع الكبيرة المغربية وللتجربة الكبيرة كذلك عبر الحروب التي خاضها الجيش المغربي ضد مرتزقة الجزائر والبوليساريو من جهة، وأيضا من جهة أخرى في التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية طوال السنة. ويضم هذا الفرع من القوة المسلحة 21 مجموعة. وكانت مجلة ماروك إبدو قبل أشهر قد نشرت خريطة للمغرب وجزء من الصحراء الشرقية المحسوبة حاليا ضمن الأراضي الجزائرية، وضمتها إلى الخريطة الرسمية للمملكة المغربية. وقالت المجلة المغربية آنذاك أن أصل المشكل مع الجزائر أو النظام الجزائري ليس هو نزاع الصحراء الغربية، بل مساعي الجزائر لتغطيته على الصحراء الشرقية المحتلة التي سيطالب بها المغرب مستقبلا، حيث يحاول نظام العسكر الجزائري بكل قوته عدم حل مشكلة الصحراء المغربية ويضعها كحجر في المغرب لثنيه عن استرجاع الصحراء الشرقية. نشكركم على حسن المتابعة.